سرقة جواز السفر الخاص بالرئيس الراحل محمد أنور السادات. مش كده وبس، في الحقيقة إحدى دور المزادات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي صالة هيرتج. ودي صالة مزادات خاصة بالأشياء النادرة، بتباع على مستوى العالم كله. في الحقيقة الصالة دي أعلنت عبر موقعها الرسمي على الإنترنت بيع مزاد الرئيس المصري محمد أنور السادات، وذكرت بعض البيانات الخاصة بجواز السفر. قالت إن هو بيحمل رقم واحد، وقالت إن هو تم إصداره في 9 مارس 1974، وإنه ساري حتى 18 مارس 1981. مش كده وبس، قالت إن في تأشيرة واحدة، وإنه مسجل بداخل الجواز زيارته لإسرائيل، الزيارة التاريخية طبعا، اللي راح فيها للكنيست الإسرائيلي في 19 نوفمبر 1977، ومسجل فيها زيارته التاريخية للولايات المتحدة الأمريكية في 1978. وقالت إن الجواز بيضم 48 صفحة ومكتوب بمية الذهب، ولونه أحمر طبعا، جواز سفر دبلوماسي. وقالت إنه مكتوب بداخله إنه على السلطات تسهيل مهمة صاحب هذا الجواز الرئيس محمد أنور السادات. في الحقيقة فور الإعلان عن طرح هذا الجواز الأثري، واللي في الحقيقة بيمس هيبة الدولة المصرية، تحركت على فور الدولة المصرية. ويمكن زي ما قال الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أخطر جهات الدولة المختلفة لهم إن في جواز سفر الرئيس محمد أنور السادات بيباع في إثارة هيرتج الأمريكية، ولابد من استعادة هذا الجواز بأسرع وقت لوضعه في المتحف الخاص بالرئيس الراحل في مكتبة الإسكندرية. وده متحف أقامته مكتبة الإسكندرية، أو جناح داخل مكتبة الإسكندرية مخصص بمتعلقات الرئيس الراحل محمد أنور السادات، من ضمنها ميدالية العريش لما مصر تسلمت مدينة العريش في المفاوضات اللي تمت بعد حرب أكتوبر، وموجود في ميداليات ونياشين خاصة بالرئيس الراحل، وأشياء شخصية متعلقة بالرئيس محمد أنور السادات سلمتها الراحلة جيهان السادات لإدارة المكتبة بس هي تخلد ذكراه. فمدير المكتبة طلب من أجهزة الدولة المختلفة إن إحنا عايزين الجواز ده بأسرع ما يمكن عشان نحطه في متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات. في الحقيقة هنا تدخلت الدولة على كل المستويات، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي كلف في الحقيقة بسرعة استرداد جواز السفر من صالة هيرتج بأي شكل. وبالفعل تم استرداد جواز السفر ووضعه في مكتبة اسكندرية. طبعا بنشكر في الحقيقة، بنحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي على حفاظه على هيبة مصر. في الحقيقة نتكلم عن جواز سفر متعلق برئيس الدولة المصرية، جواز سفر بيحمل قيمة تاريخية عظيمة جدا، وهي شخص الرئيس محمد أنور السادات. في الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تدخله تم استرداد جواز السفر ووضعه في مكتبة الإسكندرية. طبعا ما زالت التحقيقات بتتم ازاي جواز السفر ده طلع من مصر، وازاي وصل للولايات المتحدة الأمريكية، وازاي تم عرضه للبيع. يمكن ده كان هيباع في نهاية نوفمبر الماضي، يعني لولا يمكن مدير مكتبة الإسكندرية اللي تدخل بهذه السرعة وأخطر أجهزة الدولة. موقف غريب في الحقيقة، لكن لابد من معرفة إزاي طلع جواز السفر واصل للولايات المتحدة، وإزاي تم طرحه للبيع. عموما واقع الحمد لله تمت على خير وسلام. رحم الله الزعيم الراحل محمد أنور السادات. بشكر حضراتكم. كنت معكم الصحفي عين عبد الرحمن في برنامج يومي توك شو.